يا صباح الخير والتفاؤل والنشاط، ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا؟ النهارده بقى فيديو جديد. فيديو النهارده بقى هقول لكم روتيني انا واختي من اول ما بنصحى كده لحد ما هننام. هقول لكم احنا بنعمل ايه وبنقضي وقتنا ازاي وقت الاجازه وكده. هي خلاص يعتبر الاجازه خلاص قربت تخلص، الاسبوع الجاي هنبدا تاني، بس يعني انا قلت اشارك معاكم الروتين ده قبل انتهاء الاجازه وكده. اول حاجه بدأنا بيها ان احنا زي ما شفتوا كده غسلنا اسناننا واتوضينا عشان نصلي وغسلنا وشنا بالغسول وكله تمام. قامت اختي قالت لي بقى انا هخش انا اعمل الفطار، قلت لها ماشي. قامت هي بقى عملت الفطار وكده، هي اللي هتتولى موضوع الفطار. عقبال بقى ما هي هتعمل فطار دخلت بقى انا ارتب الاوضه بتاعتي وكده، مطرح ما نمت وكده، وهي بقى ايه، هتعمل فطار. احنا بقى بنصحى متاخر عن العيله شويه كده عشان خاطر بنحب نسهر عنهم يعني، فهم اهلي بيكونوا فطروا كده ما عدا انا وهي، فبنصحى نعمل فطارنا بقى ايه على السريع كده عشان لو هنقضي بقيه مصالح اليوم وكده. بس فهي قالت لي عملت يعني حمرت زي ما انتم شايفين كده سندوتشات، وبعدين بقى بتعمل شاي يعني بلبن. انا بحبش اشربه على الصبح، بس هي اقنعتني يعني ان احنا نشرب احنا الاتنين زي بعض. فهي بتعمل الشاي زي ما انتم شايفين كده بطريقه شافتها على النت يعني. اول حاجه بتكرمل السكر، وبعدين بتنزل بقى باللبن والميه الدافين، وبعدين بتنزل عليهم بالشاي والحبهان وتسيبهم يغلوا غلوتين كده مع بعض، وتطفي عليهم وتصبهم. وبس كده. والفطار كده بتاعنا يكون جاهز. بعد بقى ما فطرنا وقعدنا شويه دخلنا عشان نعمل ماسك وكده. قلت لها تعالي نعمل ماسك لشعرنا وكده، احنا لما بنقعد رايقين بنعمل ماسك. فتعالوا بقى شوفوا الماسك ده فظيع. تعالوا اقول لكم المكونات وهقول لكم بقى ايه فوائده للشعر. اول حاجه هحط بيضه عليهم معلقه كبيره من الزبادي، وهنزل عليهم بمعلقتين كبار من زيت الاركان، عليهم معلقتين كبار من زيت الزيتون، وعليهم معلقتين كبار من زيت الجوز الهند. الزيوت اللي تحبيها ان حطيها يعني، اللي تحبيها لشعرك حطيها وبترتاحي فيها حطيها في الماسك، هتبقى جميل قوي. المهم بقى هنقلب بقى الماسك ده كويس، وتعالوا بقى اقول لكم فوائد الماسك ده وبيعمل ايه للشعر. لو شعرك متقصف على المره الاولى او المره التانية هتلاقي شعرك ايه اقل التقصف بتاعه كده. لو شعرك حاسه ان هو تالف وكده بيغذي الشعر وبيقلل من تلف الشعر جدا على المره الاولى او التانية. هو من الاخر ماسك بروتين للشعر، يعني حاجه كده مفيده جدا للشعر. اعملوه مرة كل اسبوع، هتعملوه من الجذور لحد الاطراف، وهتسيبوه على شعركم ساعة ساعتين وبعدين تغسلوه. وبس كده، جربوه قولي رأيكم في الكومنتات، وانا متأكدة ان هو هيعجبكم. Later. بعد بقى ما اتغدينا قررنا انا وهي نخش نعمل سينابون عشان ناكله في السهرة وكده. فتعالوا بقى نخش نعمله مع بعضينا. هنحتاج بقى في عجينة السينابون كوبايتين ونص لبن دافي، هننزل عليهم ب8 معالق كبار سكر، وبعدين هننزل عليهم بمعلقتين ونص كبار خميرة. بعدين بقى هنقلب المكونات دي كلها مع بعضيها ونسيبها ترتاح لمدة 5 دقايق. A few moments later. بعد بقى ما سيبنا العجينة ترتاح هننزل عليها بنص كوباية زيت، وهننزل عليهم ب7 كوبايات دقيق، وبعدين معلقة كبيرة بيكنج باودر ومعلقة صغيرة من الملح. هنعجن بقى كل المكونات دي مع بعضيها لحد ما نحصل على عجينة بتلزق في الايد شوية. دي تكون كده العجينة بتاعتنا جاهزة. هنحطها في طبق مدهون رشة زيت، وهنسيبها لحد ما تبقى حجمها الضعف. عقبال بقى ما العجينة تتخمر هنخش نجهز حشوة السينابون. هنحتاج 4 معالق كبار قرفة، هننزل عليهم بنص كوباية سكر، وهننزل عليهم بمعلقة كبيرة نشا، وهنقلب كل المكونات دي مع بعضيها كويس. بعد بقى ما اتخمرت العجينة وبقت الضعف زي ما احنا شايفين كده ما شاء الله، رشيت على الرخامة رشة دقيق، وبعدين بقى قسمت العجينة نصين متساويين على قد ما نقدر، وبعدين بقى ايه بدأت افرد العجينة بقى على شكل ايه مستطيل.
بعدين بقى بدأت أدهن العجينة زبدة، ما بادهنهاش كتير يعني يا دوبك ايه، يا دوبك بس بنبل العجينة كلها زبدة كده، وبعدين بقى بننزل بالحشوة اللي احنا عملناها. طبعا الحشوة دي على حسب الرغبة، يعني ممكن تزودوا في الحشوة شوية، ممكن تقللوا في الحشوة، بس انا عملتها يعني كمية ايه متوسطة. بعدين بقى هنبدأ نلف العجينة بإحكام وبإحكام كده، نلفها على شكل ايه، رول. وبعدين بقى هبدأ اقطع الرول اللي انا شكلته ده. حبيت اقطعه بالخيط، حسيته هيبقى اسهل معايا وكده. وبدأت بقى ادهن الصينية اللي انا هحط فيها الرول، دهنت كده زبدة. وبعدين بقى ايه هبدأ اقطع الرول على شكل بقى ايه، زي ما احنا شايفين الشكل المشهور للسينابون، يعني قطعته على شكله يعني. بعدين بقى دخلنا عشان نجهز الصوص بتاع السينابون. هنحتاج نص كوباية لبن، عليهم 4 معالق كبار لبن بودر، عليهم 6 معالق كبار كريم شانتيه، عليهم معلقتين كبار سكر. وبعدين هننزل بقى بظرفين من الفانيليا، وهنضرب المكونات دي كلها بالمضرب. واحنا بنضرب كده بننزل بربع كوباية زيت بالتدريج لحد بقى ما يتماسك الكريم شانتيه. لو ما تماسكش معاكم قوي، حطوا معلقة كمان من الكريم شانتيه، هتلاقوه تماسك وبقى زي ايه، زي الكريمة كده. بس كده هو كده جاهز الصوص. وبعدين هنبدأ نرشه بقى على السينابون لما يستوي.